كلمني عميل على الصفحه هنا وعايز يفحص عربيه في طنطا. طبعا انا حذرته من طنطا وعربيات طنطا، انا رحتها كذا مره وفحصت كذا عربيه هناك، ولقيت ان العربيات هناك بصراحه يعني فيها مشاكل كتير الا من رحم ربي. يعني ما شفتش حاجه حلوه بصراحه لحد النهارده. حذرته طبعا وهو قال لي لا، انا الناس متاكدين من عربياتهم وقالوا لي في مشكله في العربيه هنشيل ثمن الفحص. انا على الدايره هنا عند طلعت بنها الحر وواقف مستنيه. خليكم معايا واحده واحده لحد ما نشوف العربيه ديت كويسه ولا فيها مشاكل. يلا. وابتدينا رحلتنا اهو الحمد لله، وربنا يستر من طنطا وعربيات طنطا. هي طنطا كبلد وناس وشعب ناس كويسين جدا. انا بحب طنطا وزفتة وكفر الشيخ والبلاد دي كلها انا بحبها، يعني لما بنزلها كسياحة او زيارة وكده، لا بلاد جميلة وانا بعشقها بصراحة. بلد يعني في اماكن فيها تحس ان انت ماشي في وسط البلد في القاهرة. بس في العربيات يعني ممكن ابقى بخاف منهم شويه، عشان قليل قوي لما بروح الاقي عربيه هناك حالتها كويس. وصلنا طبعا المعرض اللي موجود فيه العربيه اللي احنا رايحين نشتريها، او اللي انا رايح افحصها للعميل اللي هو مكلمني. ابتديت طبعا اشتغل في العربيه، اطمن الاول البودي الخارجي دهان العربيه سليم ولا في حاجه رشه. طبعا ابتديت بالبود الخارجي بتاع العربية، وكشفت الصاج من بره، الرفارف، البيبان، واطمنت ان مفيش دهان، بس في جزء بسيط خالص فيه دهان قد كفة الايد في الرفرف اللي ورا مع الباب شمال، اللي هي المنطقة دي كده بالظبط، الحتة دي بس اللي فيها نسبة دهان، وما فيهاش نسبة معجون كبيرة. هي كانت زي ما تقول حكة كده واتعملت. طبعا قليل لما بلاقي عربيه فابريكا، هي دي تعتبر فابريكا، يعني الحاجات اللي فيها دي حاجات لا تذكر يعني. بتتكلم في 600 مايكرون، مش رقم برضو كبير في رفرف، يعني حاجه بسيطه. تمام. العربيه من بره سليمه، ما فيش فيها غير المنطقه الحته اللي هي قد كفه الايد دي. اطمنت الحمد لله ان العربيه من الخارج ما عنديش فيها غير المنطقه دي وبس. طبعا بشكر اصحاب المعرض، ناس محترمين، وقابلونا مقابله محترمه جدا وترحيب رهيب يعني. بعدين ابتديت اطمن على الفخده الخلفيه بتاعت العربيه، عشان اطمن ان مفيش الخبطه اللي هي التريحه اللي ورا الدهان ده اثاره ايه، يعني في حاجه حملت على قايم، حاجه حملت في قرن شنطه، حاجه سمعت في صدعت في السقف. اطمنت طبعا على السقف كويس، اطمنت على القوايم، لقيت الحمد لله مفيش اي حاجه. بقيت امسح التراب واحط الجهاز كده كويس بهدوء، عشان خاطر ما نظلمش حد ونقول ايه اللي موجود فعلا في العربيه. بعد كده دخلت على دواخل العربيه، القوايم من الداخل، اطمنت برضو ان ما عنديش اي حاجه، ما عنديش خبطه، ما عنديش اي حاجه. اصل ممكن انت برضو تبقى العربيه بيبان من بره فابريكا ومن جوه فيها مشاكل. هتقول لي ازاي هي بتخبط من بره الاول ولا من جوه؟ اقول لك ان هو ممكن يغير البيبان ويركب البيبان من غير ما حتى يجرح المسمار، فما يبانش ان الباب متغير، وتكون العربيه اصلا كانت عامله حادثه. بس الحمد لله العربيه دي ما فيهاش حاجه، لا اتغيرت بيبان ولا فيها حاجه من بره ولا من جوه. طبعا فتحت باب الباب اللي ورا اللي فيه دهان، واطمنت ان الفليتو بتاعه سليم والداير بتاع الرفرف سليم. فتحت الشنطه، طمنت على الفليتو بتاع باب الشنطه، طمنت ان الشنطه مش متغيره، ما فيهاش اي دهان. دخلت على الحله وشلت الاستبن، وبصيت على الدواخل الحله، وما لقيتش الحمد لله اي صدى ولا اي برومه ولا اي خبطات. بفضل الله العربيه كويسه. وده من نادر جدا، من النادر جدا جدا ان انا الاقي عربيه في المنطقه دي او في العب ده كويسه. الناس دي ناس محترمه وانا اشهد لهم يعني مقابلتهم. والعربيه ديت برضو ما عندهم معرض برضو في مدينه نصر. الاستبن طبعا ده انتوا عارفين، الاستبن الصغير ده انا يعني ما بعتمدهوش. انا دايما بقول للعميل لا، هات استبن اللي هو الجنط الكبير، عشان خاطر انت بتسافر، بتحتاج انك يعني مثلا عجله حصل لها اي مشكله فتغيرها، ما تمشيش على العجله الصغيره دي. اسوأ حاجه الاستبن الصغير ده.
بعد كده نزلت تحت العربيه، اطمنت على العفشه بتاعت العربيه كويس جدا، مساعدين، كبالن، بارات، سكاترا. اطمنت على الموتور من تحت ان مفيش خبطات ولا في تسريب للزيت، الفتيس. اطمنت على الشاسيه، دخلت كاميرا التليفون كده في المناطق اللي هي متزنقه قوي اللي محدش بيشوفها، واطمنت على كل العربيه، بطن العربيه من تحت. اطمنت ادي فردة الشاسيه، بصيت عليها برضو من تحت. دخلت كاميرا التليفون من فتحه المصفحه وبصيت من غير ما افك مصفحه ومن غير ما اعمل اي حاجه. دخلت الكاميرا، اطمنت ان الشاسيه سليم ومفيش اي خبطات. اطمنت على كل العفشه وبطن العربيه ان مفيش اي برومه. العربيه دي كانت مركونه، يعني من الوارد ان يبقى فيها برومه كتير. طبعا فحصت البطن العربيه كويس قوي عشان خاطر اطمن ان مفيش عندي اي برومه. وادي شداد الفتيس، وما عنديش برضو فيه اي حاجه في العفشه، لا جلبه مقص ولا مساعد ولا كوبلين ولا باره ولا طيل ولا طنابير. طمنت على كل الكلام ده ان ما عنديش اي مشاكل فيه بفضل الله. ومن الناس القليله بفضل الله اللي بيفحص العربيه وهي واقفه على الارض من غير ما ارفع، يعني بنزل تحت العربيه وبدخل الكاميرا في الحتت المزنقه وبطول كل سنتي تحت العربيه، وبتاكد ان الشاسيه سليم، ما فيهوش لا برومه ولا فيه لحمات ولا فيه خبطات. وبطمن كويس قوي من العفشه، لان العفشه دلوقتي انت اقل حاجه في العفش دلوقتي بتكلفك مبلغ وقدره. اطمنت طبعا على الحله من ورا، ان برضو يعني بصيت عليها من فوق، بس لازم برضو نبص من تحت، ممكن يبقى فيه خبطه من تحت. الحله مع الشاسيل الاكسدام مع علبه الشكمان مع المساعدين الخلفي والعفشه الخلفي، والطنابير والتيل والكلام ده كله، الحمد لله ما عندناش اي مشاكل. ابتديت بقى اخش اكشف على الموتور والفتيس واطمن ان مفيش اي اعطال عندي، والمكنه زي الفل وكبسها كويس. فتحت الغطا ده، بصيت عليه، شفت ان مفيش عندي تعريق ميه على زيت. بصيت على مسامير الموتور، طمنت ان مفيش حاجه متغيره، ان مفيش حاجه مسيله زيت، مفيش حاجه مكسوره. ابتديت بقى احط العربيه على جهاز الكمبيوتر عشان اكشف على اعطال الموتور مع الفتيس والارباجات والحساسات. بس العربيه دي ما كانش فيها ايرباج ولا اي بي اس. فحصت الداتا ستريم بتاع الموتور، الداتا لايف، دخلت على كل الحساسات، دخلت على الرشاشات، دخلت على الغرف. اطمنت ان الدينامو والبطاريه وكفاءه المحرك وكفاءه الفتيس، جميع الحساسات شغاله. بصيت على العادم بتاع السياره، شفت ان هو العادم خارج كويس بانتظام وبيعرق كمان وزي الفل. بعد كده فحصت التكييف وفحصت الصالون كويس وفتحة السقف، وبصيت على التكييف والفتيس والاربع فرد. طبعا من اهم حاجه برضو، يعني انت اربع فرد دلوقتي لو محتاجين يتغيروا برقم. طبعا الاربع فرد دول انتاج 21، وده على حسب الشركه المصنعه، هو كده منتج. وعملت له التقرير وكتبت له فيه كل تفاصيل العربيه. وبعد كده مشينا بالعربيه، نصحته ان احنا نغسل السربنتينه عشان التراب اللي عليها، وظبطنا الاربع فرد وغيرنا الزيت. وكنت هطير من الفرحه ان انا رحت طنطا ولقيت عربيه سليمه. واللي عايز يفحص انا تحت امره. يلا سلام.